صباح الخير. هل انتم شايفين الجمال ده؟ شايفين الحلاوة واللذاذة دي؟ النهاردة هنعمل مع بعض ألذ فرخة محشية رز، هنحطها في الكيس الحراري. يلا نشوف هنحضرها ازاي. أول حاجة هجيب فرخة صغيرة، هغسلها كويس بملح وليمون وخل، بصلاية مبشورة ناعم، طماطماية مبشورة ناعم، معلقتين زيت ذرة. هنحط التوابل: ملح، فلفل، بابريكا، توم باودر، بهارات فراخ، جوز الطيب، شوية مرقة دجاج صغيرين، احط عليهم معلقة عسل نحل صغيرة، دي بتدي لون جميل جدا للفراخ وتحميرة حلوة. هنخلط كل المكونات دي كويس مع بعض. هنبتدي بقى ندلك الفرخة كويس بالتتبيلة دي ونمسجها كده، نديها حقها بقى في التتبيل. وبعد كده هسيبها ترتاح في التلاجة حوالي ساعة. كل ما بنسيبها في التتبيلة بيبقى طعمها ألذ وأحلى. هنبتدي نحضر الحشوة بتاعة الفرخة. هنجيب معلقتين سمنة بلدي أو معلقة سمنة بلدي على زبدة زي ما أنا عملت كده، بصلاية مبشورة ناعم، هحمرها تدبل بس ما تاخدش لون. هنزل بعد كده بالقوانص بتاعة الفراخ واديها تشويحة مع البصل والسمنة والتوابل: ملح، فلفل، جوز الطيب، شوية صغيرين من قرفة. هنزل بكوباية رز مصري مغسول ومتصفي، هبتدي أشوحه كويس مع الخلطة. كوباية الرز هتاخد نص كوباية مية. هغطي على الحلة واسيبها حوالي 5 دقايق على النار لغاية ما يتشرب المية. يا دوبك احنا عايزينه نص سوا كده، بس يكون مفلفل في نفس الوقت. هنسيبه يبرد. لازم نسيب الحشوة تبرد كويس قبل ما نحشيها جوه الفرخة. بعد كده هنبدأ نحشي الفرخة. هدخل الحشوة في كل جوانب الفرخة وهحشي الرقبة من فوق كأننا بنحشي حمام بالظبط. ما اقولكوش على ريحة التتبيلة يا جماعة، جميلة جدا. بعد كده هنقفل الفرخة كويس في فتحة كده من تحت، هنحاول ندخل الرجل ونقفل الفرخة كويس. هكون محضرة كيس حراري، هقفله كويس واعمل فيه ثقوب. لازم يا جماعة نعمل الخرام دي. هتخش فرن ساخن على درجة حرارة 180، هتاخد من ساعة لساعة وربع. هبدأ في تحضير الرز البسمتي. حلة على النار فيها زيت ذرة، هنزل ببصلاية مبشورة ناعم وكاري وكركم وبهارات كبسة وملح وفلفل. هنشوح كل الحاجات دي ومعلقة صلصة صغيرة. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين رز بسمتي انا غسلتهم وصفيتهم. هحضر جنبي 4 كوبايات شوربة هسقي بيهم الرز، وبعد كده هنغطي على الرز لغاية ما يتشرب خالص ونهدي النار. بعد ما الرز استوى هحضر معلقة بودرة زعفران عليها شوية مية ونحطهم على وش الرز من فوق كده ونغطي. وما نقلبش الرز غير ساعة التقديم. هنبتدي نقدم الرز زي ما احنا شايفين بالشكل الجميل ده. الرز ما شاء الله مفلفل وجميل جدا. انا هزينه باللوز والزبيب. وشايفين منظر الفرخة جميلة خالص، لحمها ما شاء الله مستوي جدا ودايب. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. استنوني في فيديو جديد. باي باي.